حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله كده يوم جديد، يا رب كده كله طاقة إيجابية ونشاط كده إن شاء الله، ونسمي الله كده ونبدأ يومنا بإذن الله. النهاردة حبايب قلبي قلنا بقى هحضر معاكم الفطار طبعا زي كل يوم. اتعودت ان انا اقوم احضر الفطار معاكم واشارككم كل حاجة بعملها في يومي. بجد انا بحبكم جدا جدا، وبشكر كل حد كتب لي كومنت حلو. اللي لسه اول مرة يشترك في القناة، انا اسمي غادة من اسكندرية. بصوا بقى، هنا بقى انا حطيت اللبن على النار وحطيت المية عشان الشاي على النار برضو. وهنا حطيت زبدة في الطاسة عشان ريماس كانت عايزة تاكل بيض. انا عاملة قرص بالعجوة، فقلت هناكله قرص بالعجوة وشاي بلبن. فهي قالت لي يا ماما انا عايزة بيض، وفي الاخر هي ما اكلتوش لان هي اصلا يعني بردانة شوية. فانا خفت يعني، وباباها قال لي بلاش، يعني بلاش تاكل بيض بقى. فصبت لها بقى لبن، كده كده انا اصلا صب لها لبن واكلت قرص بالعجوة. هنا بقى كنت بحط بقى بلقم بقى كده التلقيمة بتاعت الكوبايات عشان اعمل شاي بلبن. طبعا النهاردة بقى غسلت، كان عندي غسيل وغسلته. طبعا الحتة بصوا، انا جبت لكم الغسيل وانا بشطفه، بس ما جبتهوش وانا بنشره. لان جيراني تحت بصراحة كانوا نشارين، وانا ما يعني الناس شالوا الغسيل والناس التانية ما كانوش بيفتحوا الباب. ممكن مش موجودين، مش عارفة. فانا بصراحة قلت مش مشكلة، يعني مش لازم اصور الغسيل وانا بنشره، بس عشان ما ينفعش انشر على حد وهو غسيلي مبلول اصلا بيسقط مية. التجفيف عندي بايظ اصلا بتاع الغسالة. بس فانا بقى كنت عملت الفطار اهوت خلاص وقليت البيض. وهنا بقى كنت بحط الغسيل بقى يتغسل في الغسالة بعد ما فطرت. بصوا انا عايزاكم تنجزوا في كل حاجة، يعني يبقى فيها كذا حاجة شغالة. انتوا فاهمين؟ يعني بصوا حبايب قلبي، يعني انا دلوقتي الحفاظات دي بصراحة بقى لها يومين حطاهم في البانيو بكلور ومسحوق ماشي وسبتهم بقى كده في البانيو. عايزه اقول لكم انا اصلا احنا كانوا مغسولين، يعني لسه قولوا مثلا شهر تقريبا كانوا مغسولين، بس مش قادره اقول لكم نزلوا ميه سودا ازاي، مش قادره اقول لكم. بس بصراحه المره اللي قبل دي لما جيت غسلتهم، انا ما كنتش نقعتهم، انا غسلتهم على طول كده. بس ان انتي تنقعي الحاجات دي بالذات في البانيو او السجاد بيفرق كتير كتير كتير. الحاجات اللي فيها بتبوش، انتوا فاهميني؟ سواء تراب بقى، ميه، حاجه مجوه، عصير مجوب، اي حاجه. هنا بقى وقفت كده، بقيت اتني كده واعمل، وانا كده واقفه على البانيو كده اهوت. والحمد لله خلصتهم، شطفتهم شطفه حلوه كده وحطيتهم يصفوا. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا وعايزاكم كده دايما تبقوا متشجعين كده وتعملوا الحاجه بحب كده. هتلاقوا دايما الحاجه بتطلع معاكم حلوه وزي الفل، سواء اكل بقى سواء تنظيف اي حاجه. تحسوا كده ان اليوم كده بيبقى حلو كده. والصحيان بدري ده خير يعني. بجد احسن حاجه ان الواحده تصحى بدري وتشوف حالها وحاجتها، وتشوف بيتها وتشوف ولادها وتشوف دنيتها كلها الصبح كده بدري. تقومي كده تخلصي اللي وراكي. ماشي. هنا بقى الحفظات بعد بقى ما طلعتهم من المية مش نضيفة وغسلته دعكتهم كده بالفرشة. حطيتهم بقى في البانيو تاني عشان هشطفهم بقى شطفة محترمة. بصوا بقى كده سبتهم شوية، وعايزة اقول لكم ان انا طفيت الكاميرا ووقفت عليهم برجليا الاتنين وفضلت ادبدب عليهم، انزل اي حاجة فيهم. انتوا فاهمين؟ زي ما تيجي كده تقفي على البطانية شوية كده برجليكي، تحركي رجليكي عليها كده عشان لو فيها حاجة تنزل. ما اعرفش بقى، في ناس بتعمل كده، انا موضة قديمة شوية. انا بعمل كده. ماشي. هنا بقى غسلت بالاسبونج على فكرة، بس انا ما جبتهاش، غسلت البانيو الاول عشان انا هشطف بقى في الغسيل. طبعا الغسيل ده
هتقولي لي انت عامله كده تجيبي غسيل ورا بعضه ازاي؟ هقول لكم ان انا اصلا كنت بغسل وبحط في بلاستيكه عندي اللي اغسله واطلعه من الغساله اعصره واحطه فيها، وقلت بقى ايه اجيبه لكم وانا بحطه كده مره واحده. ماشي، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اقول لكم انا فرحانه قوي ان انا جبت زهره النهارده، الزهره بتاعه الغسيل. كنا ماما كانت بتستعملها على طول زمان في الغسيل الابيض طبعا، بس جه عليا وقت كده ما بقتش بستعملها، بقالي كتير جدا على فكره. بس النهارده جت في دماغي ان انا استعملها. الزهره حلوه قوي وبتزهزه الابيض، بتخلي الابيض مزهزه. فبصراحة النهاردة بقى ايه، بكرة ان شاء الله لما اجي اشيل الغسيل من على حبل واطبقه معاكم هبقى اوريكم يعني، والغسيل على المنشر هبقى اصوره لكم كده قد ايه الغسيل بيبقى حلو وهو متنشر بجد، بيبقى تحفة، بيبقى منور كده وجميل. هنا بصوا بقى ايه، كنت حطيت اهو الزهرة عايزه اقول لكم بقالي كتير جدا ما استعملتش زهرة، يعني عايزه اقول لكم بقالي قد ايه يا ربي، اقول لكم بقالي يجي مثلا 8 سنين 6 سنين والله العظيم ما استعملت زهرة. بس انا النهاردة قلت انا لازم اجيبها واستعملها. بس وهنا بصوا حتى والله انا يعني عشمانة ان الولية بقى تطلع جارتي اللي تحت تشيل الغسيل، بس ما شلتوش، بس مسحت بقى ايه البتاعة ديت الكوبيسة بتاعت البلكونة بس بقى. هنا بقى جريت عشان كان فاضل بتاع ساعة كده والنور يقطع. جريت حطيت حلة مية على النار وكنت متبلة فرخية. إيه يعني كنت متبلها قبلها بيوم. هنزل لكم الفيديو ده برضو لان ده كان فيديو قبل ده، اصلا ده الفيديو ده انا عاملاه النهارده على فكرة. قلت بقى احمر الشعرية بسرعة واخليها على جنب بعد ما اخلص تحميرها تمام. و... وبالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حبايب قلبي، ربنا يصلح حالكم يا رب ويفرحني بيكم بكل حاجة حلوة يا رب ويصلح حالكم. وهنا بقى حطيت الفرخية على النار تستوى. ماشي. وهنا بصوا ديت بقى ايه، كنت بحمر الشعرية اهي زي ما انتوا شايفين كده. وايه وقفت بقى الكاميرا لحد ما تتحمر شوية حلوين. ورحت بقى غسلة الرز كده على السريع. عارفين انا ما توقعش، انا بنجز تمام. بنجز عشان في وقت وفي نور، في نور عايز هيقطع النور عندي بيقطع والله. بس انا بقى سبت بصوا حطيت هنا بقى حبة شوربة عشان الملوخية. وهنا كنت انا حمرت شعرية، كنت بقى ما صورتوش، حمرت شعرية عشان خاطر اعمل شوربة بالشعرية بالسلع عصفور. بصوا حاطه الطاسه دي بقى حاطه فيها حبه زيت وزبده عشان هحمر الفراخ، ودي حاطه عليها الملوخيه، وعين عليها لسان عصفور كده. انجزوا انجزوا كده عشان تخلصوا يومكم، عشان تقعدوا باقي اليوم فاضيين. يعني عايزه اقول لكم على قبل العصر كده كنت انا خلصت خلاص، انا ما وريتش اي حاجه. قبل العصر ايه، لا كان قولوا الساعه واحدة كده، واحدة او اتنين. اه ده العصر لسه مأذن من شويه. هنا بصوا بقى بقلي التومه بقى بتاعت الملوخيه. عايزه اقول لكم الاكل كان زي العسل يستاهل بقكم. انا بحبكم جدا جدا ويا رب تكون اللي انا بقدمه بيعجبكم، المحتوى اللي انا بقدمه بيعجبكم. لسه في فيديوهات كتير لسه نفسي اعملها ان شاء الله معاكم. هنا بقى بصوا الملوخيه ده لقيت مني حبه فانا كسفت جدا على فكره. هنا بقى ايه حطيت الرز كده بعد ما استوى. على فكرة الرز بالشوربة بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة. هنا بقى كنت حمرت الفرخية كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها على طبق الرز. هنا الحمد لله خلصت قبل ما النور ما يقطع، الحمد لله والشكر لله. طبعا انا بحبكم جدا جدا وبستودعكم الله دايما، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد باذن الله. بحبكم جدا، باي.